كيف ممكن نعمل أبسط آيس كريم بأي نوع فاكهة موجود عندنا بالبيت. أنا اخترت المشمش كونه نحن بموسم المشمش. جبت نص كيلو وغسلتهم منيح. بعدين راح أفتح المشمش بهاي الطريقة وأحط البذرة على جنب، وبعد ما يخلصوا معي راح أحطهم كلهم بالبلندر أو الخلاط. حط عليهن علبة من الحليب المكثف المحلى واضرب. بس نسيت الحليب، راح احط شوية حليب. اضرب المكونات او المقادير مع بعض لينطحنوا كتير منيح. طيب، راح اجيب 2 كوب من كريمة الخفق واضربهم كتير منيح، بس لا تخلوها تشد، يعني خلوها رخوة شوي مثل ما انتم شفتوا بالفيديو. وراح احط عليها المشمش المضروب على الكريمة وحركهم كتير منيح. وبعدين طبعا راح احطهم ببايركس او اي صينية موجودة عندكم بالبيت، واكيد راح اغطيها بالبلاستيك وحطهم هيك يعني، او اكبس البلاستيك عليها مشان ما يدخل لها هواء. وعلى الفريزر 4 ساعات، وبعد 4 ساعات هي النتيجة امامكم. ايس كريم بسيط جدا ولطيف، ممكن تعملوه للولاد يعني. حطيت عليه شوية شوكولات كان جميل معه. المشمش انا كتير بحبه، واستغليت المشمش كونه نحن بالموسم. بتمنى تعجبكم الوصفة. شوفوا المقادير تحت الفيديو، لا تنسوا تعملونا فولو. صحتين.